السلام عليكم. موضوعي لكم اليوم هو انني نهضر على التسويق الشبكي اللي الاغلبيه كيكذبوه والاقليه هي اللي كتامن به وكتيقو. ولهذا فملي كندخلوا نخدموا فكتلقاي بان الاغلبيه كتفشل في التسويق الشبكي والاقليه القليله جدا هي اللي كتنجح في التسويق الشبكي. وانا من ضمن النساء اللي كانت عندي فكره غلطه على التسويق الشبكي. غير هو كاينين نوعين، كاين النوع الاول اللي كتقول لك اجي تسجلي بالفلوس 5000 درهم 10000 درهم 20000 درهم، لا هذيك خليها ابار. ممكن يكونوا صحاح، ممكن يكونوا عندهم الحق، ولكن ما عندناش الفلوس باش نتسجلوا. لو كان عندنا الفلوس باش نتسجلوا ما غتلقايناش كنتلاحوا للشركات. وكاين واحد النوع ثاني هو اللي كنخدم معاهم انا، الشركه ديال فيرونا اللي كنخدم، وكاينين شركات بزاف في المغرب اللي كنتسجلوا فابور بزيرو درهم. اذا ركزوا معايا وفتحوا معايا دماغكم. مثلا انا كنقدم لك فرصه عمل، كنقدم لك مشروع مقاوله جاهزه للاخذ، وكنقول لك اجي تخدمي معايا في الشركه ديال فيرونا الالمانيه. مثلا غادي تجي غادي تقولي لي انا كنكذب. علاش غادي نكذب عليك؟ في نظرك شنو اللي غادي يخلي هاد العيالات انا وحده اخرى كتطلع بوجهها وكتقول لك كاينه فرصه عمل وكاين الخلاص من الدار وغير من التليفون؟ لو كان ما كناش مستافدين شنو اللي غادي يخلينا اننا نطلعوا ونبقاو نديروا لي فيديو؟ دخلي غير الكونت ديالي غادي تشوفي عرام ديال لي فيديو دايرهم على التسويق الشبكي. اذا مادام التسويق الشبكي شئتي ام ابيتي، كذبتيني ولا تيقتيني، هو اللي بدل لي حياتي الى الاحسن. فعلا كنت امراه عايشه مزيان، عايشه مع راجلي، ما خصني حتى شي حاجه كما كنقولوا ما عندناش وما خصناش، ولكن كانوا خاصيني الكماليات. ما كرهتش انا ندير بزاف ديال الحوايج وما كنتش لاقيه ليهم الجهد، ولكن اليوم كنتخلص من داري ومن تليفوني مع التسويق الشبكي. اذا كاينين بزاف ديال العيالات اللي كيقول لك انا دوزت شركات مثلا وما توفقتش. عادي جدا، حنا مقبلين على امتحان البكالوريا، كاين اللي غيسقط وكاين اللي غينجح. اللي وجد وخدم راه غادي ينجح، واللي ما وجدش راه غادي يسقط. هذا ما كيعنيش بان الامتحان اللي تحط ضد هذاك اللي سقط، ولا هذاك الامتحان اللي تحط مع هذاك اللي نجح. راه امتحان واحد وطني، وكاين اللي ناجح وكاين اللي ساقط. هذا كيبقى على حساب المجهود ديال كل واحد. حتى الشركه مادام كيبقى على المجهود ديال كل وحده. انا كناكد لك وكنعطيك وعد الحر دين عليه. الا دخلتي وبغيتي تخدمي وبينتي لي الخدمه ديالك وبينتي لي الجديه ديالك، كنواعدك بانني غادي نوقف معاك وغادي نسايرك حتى تولي انت بالخلصه الشهريه ديالك ان شاء الله يا ربي. فما تردديش. فاحنا مجموعه ديال النساء اللي كاينين في واحد الجروب واتساب، نسائي 100%، اللي غادي نشرحوا لك وغادي نقدموا لك جميع التسهيلات، وغادي نقدموا لك التكوينات، وغادي نقدموا لك التدريبات، وغادي نقدموا لك المعلومات، وغادي نقدموا لك الفرص الكثيره باش تخدمي انت وتكوني بحالنا وتخدمي من دارك. انا نهار دخلت العيالات ضرني قلبي. علاش؟ لانني فاش دخلت الجروب لقيت العيالات كيتخلصوا بحالي، اللي عندهم وليدات وجالسين في الدار، وكاين اللي ما قارياش كاع، وكاين اللي ما عندهاش دبلوم، كاين اللي ما فحالهاش. لقيتهم كيتخلصوا، كرهت راسي. ملي راسي احتقرت راسي. كنقول كيفاش هاد العيالات هادو بحالي بحالهم غير من داك التليفون، وعندي تانا وعندي الكونيكسيون، عندي مواقع التواصل الاجتماعي، هما داروا وانا لا. هذه هي اللي خلاتني نوض النفس. اذا ديري النفس وديري في بالك واحد القضيه، التليفون اللي عندك هو اللي خلاني ناخذ صالير شهري. الا قلت لك اقسم بالله ما تيقيني. واللي كذباتني دخل عندي نسكريني ليها، نصور ليها لي صالير ديالي من نهار بديت في التسويق الشبكي. انا كنقولها اي واحد غيكذبني ما يكتبش ليا في لي كومونتير، لا دخل عندي قول لي هادشي اللي كتقوليه ما صحيحش، ماشي تلهي. اعطيني الدليل بانك كتخلصي باش نخدم معاك. فحاجه وحده غادي نقولها لك، كنجد اي مرا جالسه في الدار، راه العام اللي كيجي غلا منه. العام اللي كيجي غلا من اللي فات. فما تردديش. هاد الفرصه اللي نقدتني ونقدت الوفات ديال العيالات معايا، حاولي تنتي تاخديها وتنقدك تنتي. علاش لا؟ انا متاكده ان 90% ديال العيالات اللي غيشوفوا الفيديو ديالي غيكونوا واقفين على الخلصه وما كرهوهاش وما كرهوش تكون عندهم خلصه شهريه. بحثي عليها، قلبي عليها. راه فاش كيبغي ربي يرزقك راه كيسخر لك واحد في العباد ديالو يوريك الطريق اللي كاين فيه رزقك. ما تعرفي يكون هذا الفيديو فالخير عليك، ما تعرفي يكون هذا الفيديو هو الامل ديالك، كما كان امل ديال بزاف ديال الناس، وكما كان سبب ديال بزاف ديال الناس. حتى انا كانت سبب ديالي امراه الله يجازيها بخير، هي مشات وانا كملت. شوفي بحال ربي صيفطها ليا غير باش توريني هذا التسويق الشبكي. اذا اللي كتشوف فيا الصدق ولو قد هكا ديال الصدق، ما تردديش. مادام انا كنقدم لك شركه فيرونا تسجيل فيها فابور، اذا تواصلي معايا وغادي نزيد نشرح لك ان شاء الله الشركه وطبيعه العمل. واهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم.